هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كويسين. النهارده الفيديو هيكون على روتين الاندر ارم، وازاي نخلي الاندر ارم شكله كمان كويس وفي كل حاجه، في ريحه وكل حاجه. ودلوقتي هنتكلم على كل الحاجات دي اللي في ايدي، فهنتكلم على حاجه حاجه منها. وان شاء الله يعني الفيديو يكون كله فايده ليكم وان انتوا تستفادوا. وبجد انا بقالي كتير قوي غايبه عن اليوتيوب، حوالي 4 شهور. بس الصراحه انا بفقد شغف في موضوع اليوتيوب ده، مش عارفه ليه. بس ان شاء الله يعني الفيديو ده يكون براجعه كويسه، وان انا ان شاء الله يعني ما اقعدش كل المده دي تاني ان انا ما اعملش فيديوز على اليوتيوب. فيلا خلينا نبدا الفيديو بقى عشان ما نطولش على بعض. اول حاجه، احنا عايزين ايه في الروتين الاندر ارم عشان نخلي شكل كويس وكمان ريحه وكل حاجه؟ محتاجين كلينزر كويس ومرطب كويس وكريم تفتيح. يعني احنا عايزين يعني تفتيحه او كده، وكمان نستخدم طريقه للشيفنج كويسه. فاول حاجه خلينا نتكلم على الكلينزر. انا في حاجتين استخدمتهم، يعني استخدمت 2 روتين. واحد كان كويس معايا إلى حدٍ ما، وواحد صراحة شُفت منه نتيجة كويسة جدًا. أول حاجة خلّيني أكلمكم على اللي ما جابش نتيجة كويس، بس خلّيني أسيب الحاجة دي كلها من إيدي وآجي لكم تاني. تمام، أنا جيت لكم تاني. أول حاجة خلّيني أتكلم معاكم على الروتين اللي هو ما جابش معايا فايدة أوي يعني، وهو الغسول بتاع starfel هيظهر قدامكم على screen دلوقتي، والكريم بتاع التفتيح اللي هو ده بتاع starfel برضه. كمان انا جه عليا وقت واستخدمت الغسول بتاع ستارفل والجل، مش الكريم. كمان برضو الجل كان صراحة النتيجة بتاعته وحشة قوي. الجل ما عملش اي حاجة خالص خالص، يعني ما كانش كويس خالص. على الاقل الكريم ممكن اديله فرصة تانية، بس الجل الصراحة لا، انا ما ينفعش خالص، لان انا صراحة او شايفاه مش كويس خالص على الاندر ارم. هما صراحة يعني سواء الغسول أو الكريم أو الجل ما عملوش أي إفكت وحش. يعني لو مثلا أنا ما جابهوش تاني، لا مش قصدي كده، بس هو مش بيدي الإفكت اللي هو اللي يرضينا أوي يعني. ده بالنسبة للغسول بتاع السيرفر والكريم. زي ما قلت لكم هما صراحة أنا بحبهم أوي، يعني أنا لما جبتهم لوشي أو مثلا رقبتي أو كل ده، صراحة هما كانوا فوق الروعة. بس طبعا ممكن كل يعني منطقة تختلف عن التانية يعني. ده كده أول روتين. خلينا ندخل في الروتين التاني. دلوقتي الروتين التاني اللي أنا استخدمته وعجبني قوي وهو بتاع دراكون، اللي هو الغسول والكريم بتاعه. صراحة الاتنين دول أنا شايفاهم effective جدا بجد على الأندر أرم. الغسول ده أصلا، بس هو أصلا مخصص sensitive area. كمان برضو الكريم ده كمان، يعني ستارفل ما كانش مخصص بالذات للمناطق دي، كان اللي هو ايه يعني حاجه لتفتيح وخلاص. لكن ده مخصصين زي ما انتم شايفين كده قدامكم، انتوا شايفين. فانا ده صراحه شايفاهم افكتيف جدا. كمان هو من غير اي ريحه، اهو بصوا هتلاقوا هنا مكتوب فريجرنس فري. ف شايفاهم صراحه تحفه. هما الاتنين كويسين قوي، وان شاء الله يعني اللي انا هجيبهم تاني ان شاء الله. يعني انا برضو ده مش اول مره اجيبه، وبرضه عطيت صراحة ستارفل حوالي فرصتين أو كده، فبرضه ما حسيتش منهم الإفكت اللي أنا عايزاه. بس ده الصراحة حلوين جدا. وسواء سعر ستارفل أو سعر دراكون، الاتنين يعني مش بعاد قوي عن بعض. كان أصلا الغسول بتاع ستارفل والكريم في حدود 240 230، وده أصلا بيجوا بعرض يعني. كان ب350. فالصراحة برضو شايفاهم هما الاتنين مش بعاد قوي عن بعض في حكاية السعر. بس ده يعني شايفاه أفضل بكتير خالص من ستارفل الصراحة. ودلوقتي بقى احنا خلاص اتكلمنا على الغسول والكريم التفتيح. خليني اقول لكم ان انتوا عادي تستخدموا غسول وشكوا للاندر ارم، مش هيحصل اي حاجه خالص، مش هيحصل اي افكت وحش. ممكن تستخدموا غسول ستارفل اللي هو اللي هيظهر قدامكم على السكرين ده، اللي هو بالتي تري اويل. انا شايفاه برضو حلو قوي، لان المواد اللي فيه كويسه على الاندر ارم. مش لازم يعني حاجه تكون مخصصه للتفتيح عشان تستخدموها على الاندر ارم، لا مش لازم خالص. ممكن تستخدموا غسول شان مثلا،
برضه مش هيبقى وحش. ممكن أي غسول لوشكم تستخدموه للأندر أرم، بس أهم حاجة ما يكونش فيه روايح جامدة قوي اللي هي ممكن تعمل التهابات أو تعمل أي إفكت وحش لينا. دلوقتي احنا خلاص خلصنا موضوع كريمات التفتيح والغسول. هندخل برضو على خطوة مهمة جدا جدا جدا، مش بس في الاندر ارم، لا في كل حاجة بجد في جسمنا. محتاجين جدا جدا ان احنا نرطب كويس قوي الاندر ارم او اي منطقة في جسمنا، عشان بجد بالذات في الشتاء الجسم بجد بيحصل له جفاف بطريقة، بالذات انا يعني انا بتكلم عن نفسي، بيحصل له جفاف بطريقة يعني كتيرة جدا. فخليني اقول لكم على مرطب كويس قوي ممكن تستخدموه، وهو خفيف قوي عن الاندر ارم، وهو اسمه كريل سال ده. تمام. انا ده الصراحه شايفاه على الاندر ارم كويس قوي. ولكن يعني انا عشان انا بشرتي جافه، بالذات طبعا في الشتاء احنا دلوقتي، بس حاسه لو خفيف على وشي لان انا وشي بينشف قوي، عشان طبعا هو معرض اكتر للهواء وكل ده يعني. بس شايفاه كويس قوي للاندر ارم. سعره كان 150 جنيه، وشايفاه برضو كويس قوي يعني برضو للاندر ارم. وممكن تستخدمه كمان المرطب بتاع شان كريم، انا بحبه قوي كمان. وشان جل برضو كويس، ومويست وان كويس قوي برضو. طبعا ما ينفعش على الاندر ارم نستخدم اي لوشن بتاع الجسم طبعا، يعني لو في روايح او كده فده طبعا ممنوع خالص، عشان اي روايح هتسبب اسمرار وهتسبب التهاب وكل ده يعني هيجيب طبعا حاجات احنا مش عايزينها. فاضل دلوقتي في الاندر ارم خطوتين، خطوة الشيفنج او يعني ازالة الشعر، والديودرنت. خليني اخر حاجة اختم بيها الديودرنت، وخليني في موضوع ازالة الشعر. ازالة الشعر يعني احسن طريقتين، يا اما الشيفنج تمام يا اما الليزر. بس الشيفنج صراحة طريقة شايفاها تحفة تحفة قوي، بس طبعا اهم حاجة تخلوا الشيفنج نفسها متعقمة. طبعا هي الاستخدام بتاعها مرة لمرتين بالكتير قوي، بعد كده لأ خلاص. وتتعقم طبعا كويس قوي وتتحط في العلبة بتاعتها، وقبليها تحطوا شيفنج كريم أو جل صبار على المنطقة دي. وطبعا بعد ما تعملوا شيفنج ما يتحطش على الاندر ارم اي حاجه خالص خالص غير المرطب بس، لا ديودرنت ولا اي حاجه من دي، عشان طبعا بتكون المسام مفتوحه عشان ما يحصلش اي افكت وحش. اخر حاجه معانا في الفيديو هي الديودرنت. انا طبعا جربت ديودرنت كتير، جربت ستارفل، جربت دراكون، وجربت ديرما اكتف اللي هي دي. تمام. وجربت دلوقتي حاليا يعني بستخدم ايفا. انا الصراحه مش هقدر دلوقتي احكم على ايفا يعني عشان اكون صادقه معاكم، عشان انا لسه جايباها من فتره مش كتيره، بس هي لحد دلوقتي الصراحه معايا كويسه. بس يعني الريفيو الاكيد مش هقوله دلوقتي يعني عشان اكون صادقه. ولكن ديرما اكتف اللي هي دي انا الصراحه شايفاها حلوه قوي. وممكن طبعا بالذات قوي في موضوع الديودرنت يختلف من شخص لاخر، يعني ممكن ده مثلا تعجبني غيري ما يعجبهوش وهكذا. وطبعا الديودرنت اللي انا بحبها جدا جدا بتاعت ستارفل، دي طبعا غنية عن التعريف، طبعا الكل عارف انا بحب قد ايه بجد شركة ستارفل. وكمان دراكون صراحة ما كانتش احسن حاجة في الصيف، ممكن في الشتاء تبقى كويسة. وكده الفيديو يكون خلص. وطبعا مهم جدا جدا ان احنا نخلي بالنا بالذات قوي من منطقة الاندر ارم، دايما نلبس هدوم قطن ونخلي بالنا بالذات قوي على المنطقة دي. وكده الفيديو يكون خلص، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.